في أماكن في العالم محدش يقدر يفسرها، أماكن بتخلي الزمن يقف والعقل يعجز عن الفهم. بس النهاردة أنا هحكيلك عن مكان أغرب من أي أسطورة، مكان بيتقال إنه بيكشف المستقبل لكل اللي يدخل جواه. المكان ده اسمه مكتبة أركافيل، في قرية صغيرة في شمال إنجلترا اختفت من الخرائط من أكتر من 100 سنة. القصة بدأت سنة 1897 لما عالم اسمه توماس ريدر قرر يبني مكتبة فريدة من نوعها. الناس في القرية كانوا شايفين إن هو مجنون، بيقولوا إنه كان بيشتغل ليل نهار على اختراع غريب، حاجة تخص الزمن. وفي يوم أعلن إنه خلص أكبر اكتشاف في حياته، بنى المكتبة على أطراف الغابة وقال إنها هتكون بيت المعرفة الأبدية. بس بعد كام أسبوع من افتتاحها حصل شيء غريب جدا. واحدة من البنات اللي كانت بتشتغل هناك اسمها مارجريت قالت إنها لما دخلت ترتب الكتب لاحظت إن بعض الصفحات بتتغير لوحدها، الكلمات كانت بتتبدل في كل دقيقة، كل مرة تفتح فيها الكتاب بتلاقي قصة مختلفة. وفي يوم قرت جملة مكتوبة بالإنجليش، يعني tomorrow the sky will burn، يعني غدا السماء ستحترق. تاني يوم الصبح القرية كلها صحيت على نار ضخمة مولعة في الغابة، نفس المكان اللي فيه المكتبة. بس الغريب ان النار ما وصلتش عندها او وقفت قبل ما توصل لها، كأن في حاجة بتحمي المكتبة. من بعدها الناس بدأت تخاف، محدش بقى يقرب من المكتبة، وقالوا ان مارجريت اختفت بعد ايام، وسموها بعد كده لعنة المكتبة. لكن المريب الحقيقي ان كل اللي دخل المكان ده بعد كده اختفى بنفس الطريقة، ولا جثث ولا آثار ولا حتى ذكريات عنه، كأن الزمن بلعهم. وفي سنة 1924 الحكومة البريطانية بعتت فريق للتحقيق. التقرير الرسمي بيقول انهم ملقوش اي حاجة غير كتب فاضية، بس الوثائق السرية اللي اتصورت بعد كده بتحكي حاجة تانية. واحد من المحققين كتب في مذكراته: سمعت صوت حد بيناديني من بين الكتب، ولما لمست الرف حسيت ان الدنيا وقفت وكل حاجة بقت ساكتة. بعدها بيومين الفريق كله اختفى، المكان اتقفل تماما والقرية كلها اتمسحت من الخريطة، ولا صور ولا سجل رسمي ولا حتى شاهد واحد باقي على قيد الحياة. لكن الغريب ان سنة 1987 في سائح ألماني نشر صورة لمكتبة مهجورة في نفس المنطقة، وفي الصورة كان في ضوء أزرق طالع من جوه المكتبة، كأن الكتب بتنور من جواها. ناس حاولوا يوصلوا للمكان بعد الصورة دي، لكن الطريق بيختفي كل مرة توصل عند حدود الطريق أو حدود القرية. يعني الGPS بيتجنن والبوصلة بتلف حوالين نفسها، الزمن نفسه رافض يوصلك هناك. في نظرية بتقول إن مكتبة أركيفيل مش بس مكتبة، دي بوابة زمنية بتسجل أحداث المستقبل، وبتختار مين اللي يشوفها ومين اللي يختفي. وفي اللي بيقول إن توماس ريدر لسه ما ماتش، هو اتحبس جوه الكتب دي، وكل صفحة فيها جزء من وعيه بيعيش من خلالها وبيكتب اللي هيحصل للعالم. بس الغريب الحقيقي إن في سنة 2020 واحد من الباحثين في لندن قال إنه لقى كتاب بدون عنوان في مكتبة قديمة. الصفحة الأولى كانت مكتوبة بنفس خط توماس ريدر، وفي آخر الصفحة مكتوب If you are reading this I can still see you، لو بتقرأ الكلام ده أنا لسه شايفك. فيا ترى هل المكتبة دي كانت مجرد خيال ولا فعلا مكان خارج حدود الزمن؟ ولو كانت لسه موجودة تفتكر ايه اللي ممكن يحصل لو حد فتحها تاني؟ مش كل الأسرار لازم نعرفها، وبعض الكتب لازم تفضل مقفولة للأبد.